السلام عليكم، معاكم أميرة أبو زيد. يلا بينا هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا جدا من الوصفات الشعبية الجميلة المصرية الأصيلة بتاعت زمان. هنعمل مع بعض النهاردة زي ما انتم شايفين كده معايا هنا الفول المجروش أو الفول المدشوش اللي بنجيبه من عند العطار. معايا هنا كيلو غسلته كويس جدا وخليت المية بتاعته نضيفة جدا، ما فيهاش أي لون خالص. بعد ما غسلت الفول قشرت شوية توم كده حلوين، أخدت هنا 3 4 فصوص توم مع بصلاية متوسطة زي ما انتم شايفين كده. ومعايا الخضرة بتاعتي، معايا حزمتين من الشبت وحزمتين من الكزبرة، أو ممكن نحط واحدة بس شبت و3 كزبرة. حطيت هنا زي ما انتم شايفين كده مية مغلية وشوية مية حلوين كده، وهنزل بيهم أو هنزل عليهم بالكيلو الفول بتاعنا اللي غسلناه منقعناهوش، وحطيت عليه البصل والثوم زي ما انتم شايفين. هبدأ كده أفضي كل الفول في الحلة وهخليه على نار متوسطة، وهغطي الحلة بتاعتي، بس هخلي الغطا مش يعني مش مقفول قوي علشان الفول ما يفرش على البوتاجاز. هاخد كده زي ما انتم شايفين نص الكمية بتاعة الخضرة هنزلها هنا على الفول، مش هنزل بالخضرة كلها عشان اقول لكم على ليه انا عملت كده. كده تمام. هنغطي الحلة واسيب الكلام ده كله، بس هتابعه طبعا عشان لو الفول لسه ما استواش احط له شويه ميه كمان. فلازم نتابع ولازم نقلب علشان انتوا زي ما انتوا عارفين ان الفول فيه ماده نشويه، فممكن تلزق في الحله وتتحرق معايا. الفول او البصاره اللي احنا هنعملها دي هنكون حاطينها في حله، يا اما تيفال او جرانيت، او يعني حله ما تكونش بتلزق فيها الاكل. الستيل طبعا ما ينفعش. فبقلب كده زي ما انتوا شايفين، وزي ما انتوا شايفين خلاص الفول بتاعي خلاص داب خالص. هبدأ اجيب هنا بقى نص كمية الخضرة التانية وهحطها. ليه ما حطيتش الخضرة كلها؟ علشان الخضرة بتسود وانا بسويها، لما بتستوى بتسود ولونها بيغمق قوي كده، فانا مش عايزة البصارة بتاعتي تكون لونها غامق. انا عايزة البصارة بتاعتي تكون لونها اخضر اخضر، اللون الحلو اللي انتوا هتشوفوه معايا ده في نهاية الفيديو. كده خلاص هو اخد غلوة معايا. بعد ما حطيت الخضرة هبدأ هنا اجيب الهاند بلندر بتاعي. طبعا لو انتي ما عندكيش هاند بلندر تقدري تضربيه في الخلاط، بس بعد الفول ما يبرد تماما. انا مش عايزة الخلاط بتاعي يبوظ. اللي ما عندوش هاند بلندر هيستخدم الخلاط بس بعد الخليط ده كله ما يبرد خالص. زي ما انتم شايفين كده هبدأ انعم كل الكلام ده، انعمه كويس جدا. مش عايزة فيه أي شوائب، لا من فول ولا من التوم والبصل ولا من الخضرة بتاعتنا. زي ما انتم شايفين اللون بتاعها بقى تحفة ازاي. هبدأ هنا بقى الطاسة بتاعتي هحط فيها شوية زيت حلوين والثوم. انا هنا مقشرة توم فريش علشان يبقى طعمه حلو. هحط هنا حوالي معلقة كبيرة مليانة كده او معلقة ونص على الكمية بتاعتي دي من الثوم. هانزل هنا بقى، أنا عايزة البصارة بتاعتي يكون فيها لون الشطة. أنا هنا مش عاملاها حامية، أنا هنا حاطة فلفل أحمر بارد. تقدري إن انتي لو بتحبي الشطة تحطي شطة بدل الفلفل الأحمر ده. حطيت هنا الثوم بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، وأول ما ياخد اللون الأصفر الفاتح شايفين هقلب كده الثوم مع الفلفل الأحمر. وهنزل هنا بقى بشوية كزبرة ناشفين كده. البصارة بتاخد شوية زيت حلوين يعني زي ما انتم شايفين كده. هقلب. ايديا في الثوم عشان ما يتحرقش ويمرر معايا. هنا الفلفل الاحمر ده كان متفرز معانا في الفريزر، فانا بطلع كده وهستخدمه. هو هيدوب من حرارة الزيت. انا كنت حطيت شوية كزبرة وانا بعمل التومة بحمرها. هنزل كده بقى بشوية كده من الخليط اللي احنا عملناه وهقلب، هنزل واقلب لحد ما اخلص كل الكمية. هبدأ هنا بقى زي ما انتم شايفين باقي الزيت اللي متحمر فيه الثوم والفلفل الاحمر.
ريحة التوم دي ما اقولكيش ريحتها تجنن. التوم مع الكزبرة مع الفلفل الاحمر. هنا بحط شوية من الكمون، شوية صغيرين، وشوية فلفل اسود وبس. وطبعا هنحط الملح. انا حطيت على الكمية دي كلها معلقة صغيرة من الملح. وخلي بالك لان الفقاعات اللي بتطلع دي بتحرق الايد جامد، يعني حرقها فظيع. ده شوية نعناع ناشف، نعمته كده ضربته في الخلاط اللي هي الكبة بتاعة الخلاط لحد ما ناعم معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. او ممكن تفركيه، او ممكن انا كنت اوقات كمان بجيبهم في المصفى بتاعة الشاي بفركه جواها عشان ينزل لي ناعم. ده نعناع ناشف. النعناع الناشف ده بيخلي البصارة تروح في مكان تاني خالص، بتديها طعم تحفة. ومن الحاجات الجميلة دي المنكهات للبصارة. كده احنا حاطين التوابل او الاعشاب للبصارة اللي هو النعناع الناشف، شوية كزبرة ناشفة، شوية كمون، وشوية فلفل اسود. شايفين الجمال ده؟ شايفين القوام؟ ده قوام البصارة بتاعتنا. انا مش عايزاها تكون اتقل من كده علشان ما تبقاش معايا تقيلة قوي كده واحنا بناكلها، لا. انا هنا جبت اطباق ليها غطا. الاطباق دي بتدخل الميكرويف، فعشان كده انا حطيت فيها السخن. لكن ما تقدريش تحطي في اطباق بلاستيك، اللي هي البلاستيك ده هيسيح. دي اطباق بتدخل الميكرويف، فدي يعني صحية الى حد ما. فحطيت فيها كده زي ما انتم شايفين الاطباق البصارة، وحمرت شوية بصل كده من بصل الكشري الحلو الجميل ده، وبزين بيه البصارة. تمام كده. هحط بقى شوية كزبرة، شوية بقدونس، اي حاجة خضرة عشان تكسر معايا اللون. وزي ما قلت لكم تقدري تضيفي شوية من الشطة للناس اللي بتحب السبايسي. هي بصراحة البصارة بتبقى حلوة وهي مشطشطة. وهقدمها بقى مع شوية بتنجان مخلل، شوية بصل اخضر، شوية مخلل، ممكن طماطم مخللة، ممكن كمان شوية بطاطس متحمرة. الحاجات دي كلها بتبقى جميلة جدا مع البصارة. شايفين شكلها ولونها تحفة. انا قدمتها زي ما انتم شايفين كده بتنجان مخلل وخيار مخلل وبصل وخس، واكلة شتوية بقى ايه تدفي بقى. شوية جرجير كمان مش هيقولوا لا. شايفين الجمال؟ شايفين الحاجات اللي تفتح النفس؟ هو ده الاكل المصري الاصيل التحفة بتاع اهالينا ده، بتاع اجدادنا. الحاجات اللي ولادنا مش بيحبوها، وولاد كمان ما يعرفوش اصلا دي ايه، يعني ايه بصارة يعني. شايفين؟ انا حبيت بس شايفين الخس وجماله، الخس البلدي بتاعنا الجميل التحفة ده. شايفين طبق البصارة بتاعي ده انا بقول لكم هحط شطة بقى. ده طبقي انا، هحط شطة شطة شطة. هاكل مع بعض كده ونشوف. هي يعني كانت بردت شوية، بس شايفين عاملة ازاي؟ بذمتكم دي اكلة تتساب؟ الله الله الله، حاجة كده تفتح النفس. شايفين؟ تحفة. الله عليها. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه فيها، ان شاء الله هتعجبكم. وبألف هنا وشفا، وان شاء الله تابعوني. هنعمل ان شاء الله وصفات كتيرة مختلفة واقتصادية. متنسونيش في اللايك.